فاكر لما قلت لك ان قرار ترامب بحظر جماعة الاخوان المسلمين في التوقيت ده والثلاث فروع دول تحديدا ده ليه علاقة باللي بيحصل في السودان؟ عايز تعرف ازاي؟ هقولك، بس قبل ما اقولك هاتلك كوباية قهوة وركز معايا كده علشان التفاصيل اللي جاية كتيرة ومهمة ويمكن تلاقيها مختلفة عن بقية اللي بتشوفها على السوشيال ميديا. بدون ما اطول عليك حضر قهوتك ويلا بينا. مع كامل احترامي لوجهات النظر المتبنية موافقة حميدتي على هدنة إنسانية وإنها استسلام وهزيمة، أنا مش مقتنع بالكلام ده وشايفه مهادنة غريبة ظهرت في توقيت غريب، اللي هو إعلان الإخوان في الأردن ولبنان ومصر منظمة إرهابية أجنبية تستوجب اعتقال أفرادها على الأراضي الأمريكية ومصادرة كافة أموالهم وممتلكاتهم. طب إيه ممكن يكون علاقة السودان بالقرار ده؟ تعالوا نشوف مع بعض النقط اللي على الأرض. محدش كسبان، طرفي الصراع خسرانين، والمدنيين جثث لا تعد. مسعد بولس طلب هدنة إنسانية من 10 أيام، والبرهان بعد ما تشاور مع مرشد الإخوان سيف الله أرباب وعقل الإخوان المدبر علي كارتي واللي مسيطر على الجيش رفض الهدنة وقال هنستكمل الحرب. الحقيقة أنا مش هصدق أبدا إن في أي فرع من فروع الإخوان في أي دولة يهم وحدة أراضيها وسلامة شعبها، وأعتقد إن مفيش دولة دخلوها إلا وقسموها وضيعوها. اللي سلم فلسطين أخيرا لإسرائيل هم الإخوان المسلمين متمثلين في حماس، اللي دمر سوريا حاليا وقسمها وسلم جنوبها بالكامل لإسرائيل وبيذبح الأقليات العرقية والدينية من أجل انفصالات عن الدولة، هم هيئة تحرير الشام، حركة إرهابية متبنية فكر سيد قطب الإخواني القذر، وكل الحركات الإرهابية في العالم من رحم الإخوان أصلا. اللي قبض فلوس من باراك أوباما مقابل التخلي عن الشريط الحدودي في سيناء علشان يكون وطن بديل للفلسطينيين هم جماعة الإخوان المسلمين في مصر. اللي دمر صندوق الأجيال الاقتصادي الكويتي وبهدل اقتصاد الكويت بتمويلات لجهات مشبوهة وجماعات استخباراتية غريبة ساهمت في غزو واحتلال العراق، كان أغلبية مجلس الأمة الكويتي الإخواني. اللي يمكن معلومة كتير منكم ما يعرفوهاش إن مجلس الأمة الإخواني كان عامل رواتب لضباط الاستخبارات البريطانية واللي كانوا مقيمين هناك من أجل حصار استخباراتي للعراق سنة 96 لحد سنة الغزو 2003. فالإخوان مش دورهم في المنطقة إنهم يحافظوا على حدود دولة، دي جماعة ماسونية أنشأتها حكومة العالم من أجل جعلها أحد أذرع أخطبوط التدمير المستوحش في المنطقة مع الكيان الصهيوني اللي استولى على 3 دول مع الشيعة المتمثلة في إيران وأذنابها ككيان وظيفي آخر. يبقى المنطقة فيها 3 كيانات بتعمل على تنفيذ أجندة التفتيت: إسرائيل، إيران، الإخوان. بيتعاون إخوان السودان مع إيران كالعادة. إخوان فلسطين بالدين بالولاء لإيران لدرجة إن إسماعيل هنية لما اتقتل هناك لم تحرك لهم ساكنة. إخوان مصر لما حكموا دخلوا لنا احمدي نجاد ورفع علامه النصر في وشنا كلنا في الازهر، والمخابرات العامه رصدت دخول قاسم سليماني ولقاءاته المتعدده مع ابو لهب خيرت الشاطر والمرشد. طبعا اخوان السودان بيتاجروا في السلاح مع ايران. وايه الغريب في كده؟ والسلاح ده بيجي من السوق السوداء للسلاح وبينزل الحركات الارهابيه في افريقيا، وكذلك انواع معينه بتروح من اخوان السودان للحوثي في اليمن عشان يهدد بيها الملاحه في قناه السويس ومصافي البترول في السعوديه. طب تعالوا بقى كده نرتب البازل ده مع بعض. طرفي الصراع في السودان: طرف بيحكموا CIA اللي هو الاخوان اللي بيحركوا الجيش، وطرف بيحكموا MI6 اللي هو الدعم السريع. امبارح بقى ترامب صرح انه هيصنف الاخوان جماعه ارهابيه، وفجاه بعديها حميدتي يعلن انه وافق على هدنه انسانيه 3 شهور، وبكده هتبقى هدنه من طرف واحد، وبيتوسل لرباعيه الوسطاء يقنعوا البرهان عشان المدنيين يدخل لهم مساعدات. يا عيني الطرف الثاني اللي هو البرهان المدعوم من جماعه الاخوان الارهابيه وفقا لترامب رفض قاطع الهدنة واعلن قراره باستمرار الحرب. كون بقى ان البرهان هيضرب وحميدتي مش هيضرب، كده هيسقط ضحايا من مناطق سيطرة الدعم السريع، وبكده جيش مدعوم بحركة إرهابية بيقتل إرهابيين. طبيعي ماما أمريكا تتدخل وتحارب الإرهاب، شرطة العالم وقاضي العالم وجلاد العالم كمان. هو الطبيعي إن جيش يتصنف منظمة إرهابية؟ وحصلت قبل كده في أمريكا اللاتينية، فمش هيكون طلب غريب على تصويت الأمم المتحدة. بقت هنا الآية اتقلبت، والمواطنين الأبرياء بيتساقط منهم قتلى، يبقى لازم نوصل لورقة المفاوضات اللي مسعد بولس نزل بيها للبرهان، وهي هدنة إنسانية، حل مجلس السيادة وإزاحة الحكومة الإخوانية، حل الحزب الإخواني المشكل للحكومة، انتقال السلطة لسلطة مدنية من حقها توجيه السودانيين لتقرير المصير. إيه هو بقى تقرير المصير سيادتك؟ استفتاء
التقسيم، استلام السلطه من البرهان وتحييده، وده بعد الجيش ما اتدمر تماما. فاحنا دلوقتي قدام نسخه من فيلم غزه، وفي النهايه هيعملوا اللي هم عايزينه، بس المره دي بشكل اكتر خبث. معروف للرباعيه ان مصر وتركيا بتساعد الجيش السوداني عسكريا، فبكده بعد رفض الهدنه واعلان التصنيف هيبقى مصر وتركيا بيساعدوا الارهاب. غريب جدا ان كل اخوان العالم بيتصنفوا ارهابيه الا اخوان تركيا واردوغان، مع ان الحزب الحاكم والبرلمان التركي هو العداله والتنميه المنتمي للاخوان المسلمين. احنا مش هنمنع اي تقدم للجيش السوداني مدعوم من مصر وتركيا، لكن برضه مش هنسيبهم يقتلوا المدنيين، خصوصا بعد ما حميدتي قبل الهدنه، ومش هنعطل اجنده التقسيم. فبتاخد خطوات احترازيه تكبيليه لاي دوله ممكن تقف امام التقسيم. اما باقي الاحزاب في السودان وعلى راسها حزب المؤتمر اللي رئيسه خالد عمر واللي عضو في تحالف القوى المدنيه المسمى صمود، اوضح سعاده باقي الاحزاب السياسيه بذلك التصنيف، وبيطالبوا ترامب اعلان اخوان السودان جماعه ارهابيه في اسرع وقت، وبناء عليه يتم حل الجيش لان 80% من ضباطه وجنوده اخوان. وبيقول انهم اكتر دوله حكمها الاخوان ما يقرب من 30 سنه. خلال استحواذهم بالسلطه الفتره دي قسموا السودان بالفعل، وعملوا معاهدات من شانها الاضرار بمصلحه المواطن السوداني، زي الاتجار في السوق السوداء للسلاح ونشره في دول افريقيه، وتمويل الاتجار ده بذهب السودان والتعاون مع ايران، وده من شانه قاد اسرائيل لمبررات قصف مصانع ومزارع سودانيه والعبث بالمستقبل المائي لدولتي المصب من خلال الزامهم للبرهان بالتحالف الارعم مع اثيوبيا، واللي ورط السودان بفيضانات اغرقت الالاف من المواطنين ومئات البيوت وتدمير اراضي زراعيه. ضم الالاف من المرتزقه والمسجلين جنائيا الى جيش الدوله في شكل ميليشيات، واللي بعضها اعلن التمرد مثل الدعم السريع، وبعضها يتقاضى رواتب عاليه من اجل الاستمرار في دعمه. منح كافه اعضاء التنظيم في اي دوله باسبورات سودانيه ليضمن لهم حريه التنقل، ومن ضمنهم الاعضاء المصريين بعد ثوره 30 يونيو من اجل مساعدتهم في الهروب خارج مصر. انشأوا شبكه تمكين معقده للغايه، اخترقت كافه مؤسسات الدوله العسكريه والمدنيه، وبنت شبكات ماليه لتمويل الاخوان وعملياتهم في انحاء العالم. لو لاحظنا هنلاقي ان القوى المدنيه والمجتمعيه المتبقيه في السودان هي كمان مش عايزه الجيش بسبب اخوانيته، ورافضين البرهان لانه عقد صفقه مع الاخوان انه يحميهم ويكون بوق تنفيذي ليهم بمقابل بقائه على راس السلطه. احنا امام خطوات هدم جيش دوله من اجل اعاده هيكلتها وتقسيمها لدولتين وقبول جميع الاطراف على ذلك. طب ومصر هتعمل ايه؟ والله ما فيش اكتر من اللي مصر بتعمله. مصر بتضيع سنين من عمرنا من اجل المحافظه على اراضي غيرنا، واللي غيرنا دول اصلا بايعين اراضيهم. ضيعنا سنتين مع غزه، وفي النهايه زي ما احنا شايفين كده اخدها ترامب بموافقه العالم، وحاليا رايحين نضيع كمان سنه في حوار السودان، وفي النهايه هننصاع لطموحات الشعب السوداني في الانفصال والسلام. نعمل من اجل امننا القومي وحمايه حدودنا، لكن متناسين ان الشعوب على حدودنا دي بالفعل حكمهم خونه، ومش فارق معاهم اراضيهم ولا اوطانهم، والمفروض علينا اعاده ترتيب اوراقنا بما يتناسب مع قذاره الجيران وعدم افتراض الخير في حد. تهجير الفلسطينيين خط احمر عند مصر، لكن مش خط احمر عند اغلب الفلسطينيين، وبيهاجروا وبيسيبوا بلدهم فعلا. تقسيم السودان خط احمر عند مصر، لكن مش خط احمر عند السودانيين احزاب ومتمردين واخوان. فاحنا مش هنكون ملكيين اكتر من الملك ونغير قواعد الاشتباك الذهني على الاقل. طب هتقولي ما نرفع ايدينا ونكبر دماغنا؟ طبعا غلط. لازم تكون موجود جوه الطبخه وهي بتطبخ عشان تعرف راسك من رجليك، بتخطط لمستقبلك وفقا للمعطيات الجديده، ولازم تبقى فاهم وشايف عدوك وهو بيعمل محاكاه للواقع اللي هيفرضه علشان تقدر تحمي نفسك وتفكر ببراجماتيه وانانيه. وفي النهايه البرهان والمجلس السيادي وجه الشكر لولي العهد السعودي على وضع السودان في دائرة اهتماماته اثناء تواجده في البيت الابيض، وطلبوا من ترامب على التدخل في الازمه، مع ان ترامب بيتدخل من شهر بناء على طلب مصر، لكن ما جاتش سيره مصر ولا رئيس مصر بعد كل اللي بيقدموه للسودان، زي ما عملها ابو مازن بالظبط من شهر، وده لانهم بيأمنوا لنفسهم اماكن عند الاي تي ام. انما انت بتقدم شرف ودعم ووحده اراضي وحفاظ على حياه المدنيين وتحمل لاجئين، ودي حاجات ملهاش تسعير في سوق الماني. زي بالظبط الاخت اللي بتحتضن اخواتها بعد موت الام وتربي وتكبر وتعلم وتجوز، وبعد كده لما تقول لهم انا ضيعت شبابي عشانكم وما عملتش لنفسي بيت وعيله وفضلتكم على نفسي، بيتقال لها محدش طلب منك تعملي كده. التضحيه المفرطه سذاجه مفرطه، كنت سبتينا لمصيرنا. العمله اللي بتتعامل بيها مصر ما بتاكلش دلوقتي مع قواعد العالم، ودي الحقيقه مش مشكله العالم، دي مشكلتنا احنا، وعلينا تفعيل زرار البراجماتيه انقاذا لضياع الوقت. ويا رب احفظ مصر وشعبها من كل سوء، ودائما وابدا تحيا مصر، وسلام عليكم.